ازيك يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل اي كلام صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. الدعم اللي جاب لاخواتنا الفلسطينيين اللهم كن لهم عونا ونصيرا. طب يا صديقي، انا النهارده راجع لك بافجر نسخة واتساب في المجال، فكل اللي عليك انك تكون مركز معايا وما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. طبعا وشكرا لكم على الدعم الكبير، قسما بالله ما اعرف اشكركم ازاي. شكرا لكم على الكومنتات الجميله والتعليقات واللايكات، وعلى وصولنا ل 3000 مشترك، وان شاء الله فاضل 150 وهنوصل 3000 مشترك، فانزل اشترك في القناه. طبعا ده يا صديقي النسخه بتاعتنا. طبعا ده اللي هو تحديث نسخه الام هو واتساب. طبعا تعالى كده، دي معانا كده يا صديقي كده خلفيه الشاشه، يعني حاجه جمدان. تعالى نطلع كده خطوه لورا. طبعا عندك الزرار دوت، في عندك هنا طبعا خلفية فيديو في الشات، ادي اول خلفية، تاني خلفية، تالت خلفية، يعني حاجة طرش قسما بالله. فمتنساش بقى تقدر اخوك عشان نوصل 3K مشترك. طبعا عندك اللي هنا البرايفسي، وعندك هنا طبعا اللي هي اخفاء الشتات، وعندك هنا طبعا وضع الطيران، وعندك هنا طبعا الوضع الليلي، وضع الشبح، واللي عندك هنا طبعا الحساب. طبعا عندك هنا التلات نقط دول اللي هي الخصوصية والإضافات والتحديثات وجدولة الرسائل ورد التلقائي وكل ده. وعندك هنا طبعا المجموعات، وعندك هنا طبعا التحديثات والمكالمات والمجتمعات. طبعا انت لازم تكون مركز معايا عشان النسخة باسورد. الباسورد هنا بقوله رقمين في رقمين، عشان بس الناس اللي بتقدر تقول لي الباسورد غلط والكلام ده كله. ركز معايا عشان اقول لك طريقة تفك بيها النسخة. طبعا واول جزء من الباسورد اللي هو هيكون 16، اول جزء من الباسورد هيكون 16. طبعا انا كده يا صديقي ندخل على شكل الشات، يعني شكل الشات حاجة جمدان. عندك هنا طبعا اول خلفية، عندك هنا طبعا تاني اللي هي تاني خلفية، عندك هنا طبعا تالت خلفية حاجة طرش قسما بالله. وعندك هنا طبعا اللي هو الشات الرئيسي. عندك التلات نقط دول اللي هي طبعا اللي كان المزيد اللي هي نقل الدردشة والإضافات الاختصار. وعندك هنا طبعا تقدر تصنع رابط تواصل، لينك شات. وعندك هنا طبعا تقدر تغير صوتك لأي صوت. وعندك هنا طبعا التذكر. عندك هنا طبعا لو رجعنا خطوة لورا ودخلت على التلات نقط دولت والإضافات، عندك هنا طبعا شكل النسخة حاجة طرش قسما بالله. عندك هنا طبعا الإضافات، عندك هنا طبعا حول التطبيق وقناة اليوتيوب، متنساش تشترك فيها وتشترك في قناتي على التليجرام عشان بنزل فيها كل التحديثات. طبعا عندك حاجة هنا زرار الفيروس، عندك هنا طبعا صف أي روم بتكة، منشن في الجروبات. طبعا عندك الميزة ديت ناس كتير بتعوزها. وعندك هنا طبعا كبر دماغك، عندك هنا طبعا تعطيل أيقونة الجيف، وعندك هنا طبعا تعطيل أيقونة الفيديو، وعندك هنا تحديث كل الرسائل في الشات، وعندك هنا مضاعفة الرسائل، وعندك هنا تقليل حجم النص، وعندك هنا طبعا الحماية من الفيروس، ما عندك هنا إزالة التأخير من النسخة، فعله لو أي في مشكلة في النسخة، إلغاء إعادة توجيه، عرض الرسائل المؤقتة، تعديل خط في النسخة، إزالة التأخير من النسخة، إظهار قراءة المزيد، إلغاء جهة الاتصال، إلغاء جهة الاتصال CTT. فعله مش هتستلم أي ملصقات. طبعا انت لو مش عايز تستلم أي ملصق من حد بتفعل الزر ده، كده ممنوع تستلم أي ملصق. عندك هنا طبعا تفعيل الروابط، وعندك هنا سيبك من الزر الأخير ده. عندك طبعا هنا الإضافات، عندك هنا طبعا وثق رقمك، وعندك هنا طبعا إزالة الروابط، وعندك هنا طبعا ميزة عكس الرسائل اللي بتحذر أرقام. طبعا انت لو معاك بند من نسخة تقدر تفعل الزرار دوت وتحذر بأي رقم عادي. عندك هنا طبعا الحماية من الفيروس، الحماية من فيروس الويب، تقليل مساحة في النسخة، الحماية من الفيروس، تجاوز تأخير الإشعارات، تم إرسالها عدة مرات، أرقام مخفية، توقف عن رؤية الدردشات، حد أحرف الاسم، حدود الشخصية. عندك هنا طبعا إرسال غير مقروءة، إزالة النصوص، إلغاء الصور. وعندك هنا طبعا إلغاء الصور تاني. عندك هنا طبعا قسم الممنوعات، عندك هنا طبعا إزالة المستند وإلغاء المستند. وعندك هنا طبعا كده يا صديقي قسم الحماية، عندك هنا تجاوز تشويش الصوت، عندك هنا طبعا تعطيل بوت الكراش، عندك هنا مضاد الروبوتات، عندك هنا مضاد الأخطاء، عندك هنا طبعا كل الزرار دي مالكش دعوة بيها. عندك هنا طبعا أنماط iOS، عندك هنا طبعا تغيير أيقونة البحث، أنماط الشاشة، أيقونة الدردشة، أيقونة المجموعة، أيقونة الحالة، أيقونة الاتصال، أيقونة المجتمعات، وكل الإعدادات دي عادية. عندك هنا طبعا قسم الإعدادات اللي هي طبعا فتح جوجل وحط اسمك مكان الاسم. عندك هنا اعمل بار قديم، طبعا اول مرة النسخة تعمل بار قديم. عندك هنا تغيير نغمة الرسالة، وعندك هنا طبعا تغيير شكل البرايفسي، تقدر بقى انت تغير اللي انت عايزه، مثلا انا هختار التاني ده. عندك هنا لون الايقونة وكل دي. عندك رجعنا خطوة لورا كده وتغيير فيك الريكورد. عندك هنا طبعا ريكورد فيك 1 و2 و3 و4 و5. عندك هنا طبعا لو رجعنا خطوة لورا كده دخلت هنا على السمات، بعد كده طبعا تقدر تفعل الوضع الليلي. طبعا بيخلي النسخة شكلها حاجة طرش قسما بالله.
طبعا كده يا صديقي هتلاقيني سايب لك النسخة اللي هي دي كده في قناة التليجرام عندي. هتضغط عليها ضغطة كده، وطبعا شوف انت بتفتح الملف بايه. لو بتفتح بالشير اللي هو ده مش هيفتح معاك، او ده مش هيفتح معاك، وده مش هيفتح معاك. لازم يكون معاك التطبيق دهوت اللي هو ام تي مانجر، او اللي هو زد ارشيف اللي انت بتنزله وفك الضغط. طبعا هضغط كده على ام تي مانجر. طبعا نستنى يحمل معانا كده يا صديقي. طبعا هتضغط على دي كده، هيطلب منك الباسورد. الباسورد انا قلت اول جزء في اول الفيديو، فانت لو ما سمعتوش ارجع لاول الفيديو. وعندك تاني جزء يا صديقي من الباسورد اللي هو يكون 17. تاني جزء اللي هيكون 17 هتعمل اوكي. طبعا هتلاقي النسخة اللي هي بتبدأ تتفك معاك بكل سهولة اهيت، مفيش اي مشكلة. طبعا اهو يا صديقي كده. طبعا بعد النسخة ما تتفك معاك هتعمل انستول وتثبت النسخة عادي بدون اي مشاكل. وبس كده يا صديقي نكون وصلنا لنهاية شرح النهاردة. فما تنساش تكون عملت اللايك والاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش تنضم القناة على التليجرام وجروبي على الواتساب. واشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.